السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبكم مقطع جديد من قناة برنس جوجو. أسف إذا صوتي شوية متغير، بس اعذروني مريض، يعني صوتي رجع. يعني أنا متأسف جدا شباب. المهم اليوم مثل ما وعدتكم الفيديو، خلصت يعني المدرسة، يعني اليوم خميس وتعرفون راحة الخميس كل الطلاب. فاني يعني وعدتكم بالفيديو انه اتحدث عن المنظمة السوداء او الزعيم. انا خطأت يعني كتبت الزعيم، لانه هو الزعيم او المنظمة ماكو فرق. بس المو اتوقع راح يكون اخر جزء حسب بعد اذا انتم طلبتوا انه الدعم يقوى. المهم شي تزيدون لايك بهاي السلسلة. الصراحة السلسلة تعبت عليها هاي يعني، والها امل ان شاء الله. ان شاء الله يعني بيدكم يعني تكبر هاي السلسلة ونقدر نوصل مثلا فد 5 أجزاء 10 أجزاء نتوقف بيها. يعني انتم اللي راح توقفون هاي السلسلة او يعني تستمروها، فأتمنى دعمكم يا شباب. اليوم راح أتحدث عن المنظمة السوداء أو زعيم المنظمة السوداء. نعرفنا بآخر أيام الأخبار اللي صارت إنه زعيم المنظمة السوداء هو صراحة نسيت اسمه، ومعروف. حيطلع لكم صورته الآن، بس صراحة نسيته. هو هذا الغراب الأسود اللي قبل ظهر بأحد الحلقات. يعني أنا كنت أعرف أصلا زي من زمان أعرف المنظمة هذا. من زمان كنت أعرف زي المنظمة السوداء، بس يعني ما كنت متأكد منه، بس بعدين عرفته. يعني أنا كنت أعرف من زمان أصلا اللي هو، نعم، كاراسو مارينيا. انا كنت من زمان اصلا اعرف، بس يعني شكيت بيه من زمان يعني، فعرفت انه كاراسو مارينيا، بس يعني مو اكيد لحد الان. بس هو مبين، بس هو ميت اتوقع اني. بس ما ادري الكاتب هو اعلن هاي السوالف، بس مو مشكلة. اليوم هسه الفيديو مالتنا عن المنظمة السوداء او زعيم المنظمة السوداء نتحدث عنه. اولا تعريف المنظمة. هي منظمة إجرامية تأسست على الأرجح في اليابان، وهي واحدة من الأطراف. هاي يعني جاي أتحدث عن معلومات عامة، خاف ناس مثلا يعني ما يعرفون. هي منظمة إجرامية تأسست على الأرجح في اليابان، وهي واحدة من الأطراف الرئيسية من المانجا وسلسلة الأنمي المحققون التي ألفها الكاتب بوشو أوياما. هي أخطر منظمة إجرامية في اليابان، رغم أن نشاطاتها لا تقتصر على اليابان فقط، فهي تقوم بعدة عمليات إجرامية أهمها القتل، الابتزاز، السرقة. ما يجعل هذه المنظمة متميزة هو نظام تسمية أعضائها، أي أن أعضاء المنظمة يحملون أسماء من أسماء مشروبات كحولية. وفيما يخص الزعيم في شخصيته يعرفها 3 أشخاص، هما بولموت التي تجمعها معه علاقة مثيرة، ريبا وجين حيث يتلقى مباشرة منه، والأخير هو الذي لم يظهر لحد الآن، إلا وهو آه رام اليد اليمنى للزعيم. باستثناء هؤلاء الثلاثة لا أحد يعلم بالضبط من هو الزعيم، من هو رئيس المنظمة، ولم يسمع عنه إلا من رسائل نصية. وقد استطاع كل معرفة رقم هاتفه في الحلقة بعدما اتصلت بالموت به وسمع نغمة أغنية الأطفال السبعة. المنظمة السوداء هي المنظمة المسؤولة عن تخلص جسد سينسي كودو وتحوله إلى فتى في السابعة. يحاول كون الإمساك بهم لأخذ عينة من السم لصنع ترياق يمكنهم من العودة إلى جسد سينسي كودو. كما يسعى وراءها الوكالة FBI. كل من كتب التحقيق الفيدرالي ظهر من منظمة المخابرات المركزية. حتى الآن 18 عضو. أخطر أفراد هذه المنظمة هو جين وفودكا وبولموت. أما الآن نذهب للنظريات. هل تعلمون يا أحباء أن الزعيم مقرب منه كونان وهيبارو؟ جد كثير يقولون أن الزعيم هو توغوموري. خطأ، ليس، وأن الزعيم هو الزعيم معروف، وظهر الأخبار هاي الأحداث اللي جاي عنها هاني يعني أتوقع من زمان قبل هو الزعيم. الزعيم يعني علنوا عنه كشفه اللي هو كراسو مارينيا. أنا جيت يعني متوقع إنه هو الزعيم. الحلقة شايفها لسه أتذكر هاني اللي شايفيه يعني يتذكرون إنه هذا الرجل يعني صفاته يعني مال زعيم منظمة، فد واحد حقير وكلب يعني، وصار بقسمات دماء وفتشي رهيب يعني.
عندما ماتت عائلة هيبارا، طبعا هل وجدت جثة والدها؟ ابحثوا عنها وستفهمون أكثر. من يعلم بحقيقته هو فيلموث وجين والمجهول. إذا لم يظهر البقية على نفسه الإجابة نسف. لنعد إلى ظهور الزعيم بالأنمي. إذا ظهر كثيرا بلا أن يعلم أحد كيف. ظهر متخفى ولبس القناع عديد من المرات. إذا في رأيكم ماذا ستكون أسماء الأعضاء؟ طبعا لا أحد يعرف، لكن اسم المنظمة هو الغربان الأسود. لكن لما كيف وماذا؟ حيوان المفضل هو الغراب. أقصى الزعيم هم، وستعرفون نتيجة أنه قلت لكم أن الزعيم هو ليس بعد. فهذه الأخبار يعني جاءت على الزعيم، وسننتقل يعني في أشياء أخرى. تنظيم المنظمة الداخلي. زعيم المنظمة رام. المراقبون جين، فودكا، قسم تطوير العقار ميانو، شيهو أو شيري، اتسوشي ميانو، إلينا ميانو. تطوير البرمجيات إيتاكورا، يوشيكا هارا. الاستطلاع بيلموت كير بوربون، ايريش كوسودا ريكاموتشي. العمليات كيانتي كورن كالفادوس، نوبابوتشي كتشيرو أكيمي ميانو. جمع الأموال بيسكو غير معروف، هو مات يعني تقريبا. راي إيثان هوندو سكوتش ماساكي أكاكاو. تعريف بين الشخصيات. رام أخطر عضو بالمنظمة بعد الزعيم، هو اليد اليمنى للزعيم ولم يظهر إلى الآن، وهو أعلى رتبة من جين شديد الذكاء والشر. والشيرين بأعمى عينيهم. المرتبة الثانية عندنا، وهو يعني ذولا من خصائص أو تعريف بعضهم الشخصيات. أول شي قلنا رام، هسه ثانيا جيم. ومسؤول رفيع المستوى والشخصية الأهم في المنظمة السوداء. يتلقى الأوامر من الزعيم مباشرة، وهو الخصم الرئيسي في السلسلة. قاتل محترف صاحب دم بارد، ظهر في أول حلقة وهو سبب في تقلص كودو سينشي هادوكا كونان. ثالث عندنا فودوكا، مساعد جيم خاص ولد من له، وهو الذي قام بعملية الابتزاز في الحلقة الأولى، حيث كان كودو سينشي يراقبه قبل أن يباغته حي جين بضربه من الخلف. بيلموت أو فيرموث، شخصية غامضة جدا، واسمها الحقيقي شارون فينيارد، واسم هذا كريس فينيارد، لكن يقال بأنها هي وولدها شخص واحد. هذا يعني إثبات تناول بالموت العقار، لكن ما نوعه لم يكشف الآن. تعتبر من القريبين للزعيم، وهي المفضلة لديه، حيث بالموت FBI أعطاها حرية التصرف كما تشاء، تلقى بالتفاح العفنة. يعني الصراحة المنظمة أسطورية. منظمة يعني من من أفضل الكون يعني. أول شي عرفنا المنظمة السوداء، خلينا نكشف بس إياه وهو المنظمة السوداء أو من الزعيم هم. من المعروف أن الغراب يشيع المنظمة. من المعروف أن الزعيم يقتل أكبر الأعضاء إخلاصا، حتى لو أخطأ خطأ واحد. زعيم المنظمة قاسي القلب. وهذا رقم الزعيم رقم 9 بالياباني نقطة كيو. رقم 6 نطقه روبن. ولو تلاعبنا شوي بالأرقام وخلينا 9 و6 في بداية رقم الزعيم، راح يشيل اسم الزعيم هيجو. ولو وضعته في المترجم لو راح ينطق كيكو بدلا من هيكو، لأن نطقه الياباني صعبة. أما الاسم معنى كيكو فتعني كذب، غلطة، غرور، وأصوات متوقعة من الزعيم. أخطر شخصية ظهرت في العصابة لحد الآن جين. زعيم كشف هوية زعيم المنظمة السوداء. زعيم المنظمة السوداء الشخصية الحذرة جدا، واللي قالت عنه بالموت أنه مستعد تحطيم جسر خرسان ليثبت ولاءه. في أحد المقابلات عام 2014 من المؤلف جوشو صرح أن الزعيم المنظمة ظهر باللمحة والشحمة، ومن كلام المؤلف عرفنا أن الزعيم المنظمة ظهر، ولكن مع ذلك موضوع كشف هوية الزعيم العصابة صعب. لكن المؤلف نفى شخصيات كثيرة، ومنها أن الدكتور أغاسا وجيمس بلاك. مع موري في أحد المقالات صرح الكاتب أن موري تمثل في كونان، وأيضا موري ولا ننسى قد حاولت المنظمة قتله، لكن تدخل أكاي ومنع هذا الشيء. فهذه أدلة كافية تنهي أن موري زعيم منظمة السوداء. لكن خلونا نكشف هوية زعيم أو المحافظ هيجو كاشيرا. خلونا نتكلم عن زعيم منظمة اسم هيجو بالكانجي، معناه هو أنا جندي، وزي ما كلمة كانشيرو ومع هيجو فراح تكون النتيجة أنا جندي في القلعة الذهبية المنيعة.
يعني هاي كلام يعني قديم. فالكلام الصحيح هو الزعيم المنظمة السوداء هو كراسو مارينيا. الصراحة أنا كنت متفاجئ وهم كنت ما متفاجئ. يعني أنا أعرف من زمان إنه هذا هو الزعيم، بس يعني خبر جوشو ما كنت متأكد منه يعني. بس بعدين يعني عرفت فد شي أسطوري إنه كراسو مارينيا، بس ما ندري هل كراسو مارينيا هو موجود حقا أم لا. لأن سمعت إنه ميت، أتوقع ظهر بالحلقات اللي يتذكرها أيام كونان يعني بالسبيستون. أو تشوف هسه مثلا اقدر احط لكم حلقات بس ما ادري يمكن والله ما اتذكر. المهم هاي الحلقة من يروحون مجموعة كلهم السنة يعني المحققين يروحون للقصر وهذا يطلع مجنون، وبعدين يطلع كرزمارينا هو صاحب القصر بس يعني مختفي او ميت يمكن. وهذا او بنته يمكن هي اللي تقول ابوي ان هو قصدي على المنظمة السوداء. فهل يعقل انه بنته هذا بنته مثلا طلعت من السجن هي جات راسله مثلا او السادة بالاخبار؟ لا، مثل ما نعرف بنته كانت هي القاتلة بذاك الوقت يعني الحلقة اتذكرها. واكو احداث هواي بذيك الحلقة عن هاي الحلقة. فهل يعقل انها قد يعني مثلا خرجت من السجن؟ يعني بعداني محير الصراحة. الي كلام هواي اقدر اتحدث في هاي المعلومات الرهيبة. اتمنى فاتكم يعني. الي ما الي فيديو ثاني ان شاء الله راح اتكلم بطريقة خاصة يعني، او اكشف يعني ملابسات هاي القصة انه شلون مثلا. وهم اتوقع عندي فد فيديو رهيب راح ينزل باكر 18 معلومة قد لا تعرف عن انمي كونان ان شاء الله باكر. هسه توني عن جد فكرة ببالي او شفت يعني فد كتابات اسطورية وان شاء الله انا باكر راح انزلها. المهم هل راح اصور تصويت عن اخير ان شاء الله ونتوقف عن السلسلة هاي او نستمر بيها بدعمكم انتم. فراح تشوفون بالسلسلة هم تختارون عن تصويتكم. راح نصور يوم السبت اتوقع او الجمعة حسب يعني وقت فراغ الاسبوع الجاي ما ادري. من دراغون بول حرامات يعني ماكو على هالأحد يعني. بس سمعنا بها تسريبات اللي جد انا ما ادري هل صحيح راح تظهر تسريبات لو كذبية بعد ما ادري. المهم هيك عندي يا شباب، واتمنى انه تضعون لايك وتدعمونا باللايك والاشتراك والكومنت. ولا تنسون الفيديو مال باكر على 18 معلومة قد لا تعرفها عن انمي كونان. وراح تلقوا التصويت راح يطلع لكم انه تصوتون على مود يا شخصية تدون الأسبوع الجاي أو السبت أو الجمعة بعد ما أدري إنه أصلكم مقطع لها حقائق رهيبة. المقطع الرابع. هذا المقطع الثالث أتمنى يعني تدعمونا باللايك عمود أقدر أستمر بالسلسلة. يعني أنتم خياركم الآن، هل سوف أستمر بهذه السلسلة أم لا؟ أتمنى أن تدعموني. وهاي كان يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك. إلى اللقاء. أنا صراحة يعني مريض بالقوة سجلت هذا المقطع سامحوني على صوتي يعني. فالسلام.